سمعت قبل كده عن سحر الفودو؟ طيب تفتكر ايه هو سحر الفودو وانتشر فين ومين أتباعه؟ تنشق كلمة فودو من الأصل فودون بمعنى الروح. رجع أصول سحر الفودو لغرب أفريقيا من 10,000 سنة. سبب انتشار سحر الفودو كان مع انتشار تجارة العبيد في دول الكاريبا، وده اللي سهل انتقاله واستقراره بشكل بارز في هيبتي، وبعد كده كمل انتشاره في باقي دول العالم زي الهند، اليونان، روما، العراق، مصر وجنوب الولايات المتحدة. خلينا نقول، طب هو سحر الفودو ده بيحصل ازاي؟ بيجيب الساحر عروسة لعبة وشعر وقطعة ملابس وصورة الشخص المراد أذيته عشان يربط العروسة بالشخص المسحور. بيفتح صدر العروسة ويحط فيه قلب حيوان، وبكده تكون العروسة فيها الروح وتتربط بمصير الشخص المسحور. وبعد كده بيقوم بغرز الإبر في جسم الدمية، أو يحرقها أو يقطع إيديها ورجليها، اعتقادا منه بأن المسحور بكده تكون صابته اللعنة. سحر الفودو مش بس بيتعمل على الدمى، أشد السحرة وأفجارهم بيعملوا الطقوس بتاعتهم على جثث الموتى بعد ما بيسخروا الروح، والمجموعة دي من السحرة اسمها البكور. طب ازاي اقدر احصن نفسي من سحر الفودو؟ زيه زي اي سحر موجود، الا اذا ما كانش اخطر، بتقوية روابط الصلاة مع الله تعالى وتضرع اليه بالدعاء. كده وصلنا لنهاية الفيديو. انا قلتلكوا رأي الناس اللي اتكلمت عن سحر الفودو. رأيي الشخصي هتعرفوا لما تكتبلي في كومنت ايه هو رأيك. انا احمد عبد الرحمن، بحكاوي نص الليل.